السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة طريق النجاح. في هذا الدرس إن شاء الله سوف أوريكم طريقة التعامل مع امتحان الشرطة. أولا هذا الدرس سيكون باللهجة الدارجة المغربية، لأنني كنتمي لهذا البلد العزيز اللي هو المغرب. إن شاء الله أخوتي، في هذا الدرس هذا بحكم تجربتي في امتحانات الشرطة، وبحكم أنني نجحت في امتحان الكتابي، بغيت نقول لكم الطريقة أو الكيفية اللي تبعتها باش نجحت في هذا الامتحان. اذا هذا الدرس هذا غيحتوي على أربعة ديال المراحل ان شاء الله. هي كيفية ولوج يوم الامتحان، طريقة التعامل مع النص الموضوع، ونصائح، ثم خلاصة. كما كيعرف الجميع ان امتحان الشرطة كيكون في كل سنة، وكيعرف بزاف ديال الشباب، بيان سور الشباب العاطل على العمل او الشباب اللي يلا طالع، وكلشي كيحلم انه ينتمي لهذا الميدان هذا. جيت لكم بواحد الطريقه اللي تبعتها، والحمد لله جاب الله التيسير في النجاح ديالي في الامتحان الكتابي. اذا اول حاجه كيفيه الولوج يوم الامتحان. كما كعرف ان ملي كيخرج الكونكور كلشي كيمشي يدفع الدوسي ديالو عادي. كيتم الناس اللي في الولايه كيتم مراقبه ديال الدوسي، كيشوفوه مزيان، كيعبروا لك الطول. الا كنتي كتستوفر الشروط او فيك الشروط المناسبه، كيتم قبول الملف ديالك. بعد مده، وملي كيقرب الامتحان الكتابي كتجيك الاستدعاء او الكونفوكاسيون. بغيت نشير بان الاستدعاء كتجي ملي كتبقى سيمانه الامتحان. كتجيك الاستدعاء للدار عن طريق سعي البريد. هنا في حالة الاخوان اللي ما جاتوش الاستدعاء، بلا ما يتخلع او لا يتقلق، يهز لاكارت ناسيونال ديالو ويمشي للولايه فين دفع الدوسي. تما غادي يسولهم ويقولوا ليه فين كاين الامتحان ونهاراش. بالنسبه للاخوان اللي رجع ليه الدوسي، يعني هذا راه كيتسمى مقسم الامتحان للاسف، يجرب حظه عام اخر. اذا اول حاجه يوم الامتحان، بالنسبه لحراس الامن، كيكون في اغلب الاحيان او في اغلب مناطق المغرب تيكون الامتحان في الجامعه، وتيكون بحكم ان العدد تيكون كبير ديال حراس الامن كيختاروا الجامعه. اما بالنسبه للمفتشين والضباط والعمداء كيكون امتحان في الثانويات. بالنسبه للاخوان اللي كيدفعوا جوج دوسيات، دوسي ديال المفتشين ودوسي ديال حراس الامن، ممكن ليه انه يدوز في النهار، يدوز الصباح كيدوز حراس الامن، والعشيه كيدوز المفتشين. اذا يوم الامتحان كنصيحه مني، اول حاجه هو انك تمشي بواحد الهندام، اللي هو هندام ديال يعني شخص انه غادي داخل يدوز واحد الامتحان ديال واحد المؤسسه امنيه محترمه. الهندام كتعني يعني ابتعد انك تلبس شورت او لا تلبس مثلا دي باغدو ولا شي حاجه. بالنسبه للفتاه تلبس شي حاجه مستوره، ما تلبس شي حاجه عريانه، لان هذه كلها تقدر تخلق لك مشاكل يوم الامتحان، بحيث يقدر يتم المنع ديالك وما تدوش الامتحان. كنصيحه ثانيه عاوتاني، وهو انك ما تنساش الكونفوكاسيون وما تنساش رقم البطاقه الوطنيه ديالك، لان في يوم الامتحان الا قدرتي نسيتي هذا الشيء يقدر ياثر على المردود ديالك اثناء الامتحان. لهذا حاول انك الصباح دي ستيلو ديالك، دي اولا دي جوج ستيلوات، لان ما تعرف شنو كاين. دي لاكارت ناسيونال ديالك ودي الاستدعاء ديالك. كنصيحه ثالثه، تمشي بكري الصباح. يعني مثلا الامتحان كيبدا مع 8 ديال الصباح، انت 7 تكون في مركز الامتحان، يعني باش تدخل في الوقت، باش ما تحاول تتفادى التأخير، لأن التأخير يقدر يأثر عليك ويقدر يمنعك حتى أنك تدوز الامتحان. أثناء الدخول لقاعة الامتحان كيتم توزيع ديال أوراق الامتحان، أوراق التحرير. هاد الورقة اللي كتكتب فيها الاسم ديالك، المادة، يعني المادة الأولى اللي كتبدا بها هي اللغة العربية، الاسم،
رقم البطاقة الوطنية، تاريخ الازدياد، والشعار. نشرح لكم الشعار كيفاش. بالنسبة للإخوان اللي ديجا دوزو كونكور البوليس عارفين، بالنسبة لأول مرة واحد الشعار كتكتبو كيخالف شعار الله الوطن الملك، يعني تكتب أي شعار ديالك من غير الله الوطن الملك، الشعار الخالد للمملكة المغربية العظيمة. هاد الشعار هذا يعني كتكتبو وخصك تعقل عليه. فاش كيتفرقوا الوراق كيتم كتابة الموضوع باللغة العربية في سبورة أو في داتاشو على حسب الإمكانيات ديال المؤسسة اللي انت غدوز فيها. يعني كيتم كتابة ديال الموضوع وكيتم الشرح. يعني كيجي خبير في الامن الوطني كيشرح المحتوى ديال الموضوع، فقط كيشرح لك المحتوى وما كيشرحش لك مثلا اهم النقاط، ولا كيشرح لك ان الموضوع ايش من سياق كيتكلم فيه. هنا اخواني غادي نحب ان نقول لكم طريقه ديال التعامل مع نص الموضوع. عفوا. ملي كيتحط امامك الموضوع، اول حاجه اخي دير في بالك بان الموضوع كندوي على الماده الاولى اللي هي اللغه العربيه. الموضوع كيكون عباره عن ظاهره اجتماعيه، يعني ظاهره اجتماعيه بمعنى ماشي شي حاجه غريبه. يعني يا المخدرات يا سبب الانحراف، بحال السنه الماضيه الامتحان اللي دوزت انا 2013 كان الموضوع هو شنو هي الاخلاق الحميدة اللي خصها توفر في شرطي المستقبل. يعني ما هي أخلاق ومواصفات شرطي المستقبل. يعني كلها مواضيع كتكون مواضيع اجتماعية، مواضيع عندها علاقة بالمجتمع ديالنا. إذا فاش أخي أو لا أختي فاش تحط الورقة أمامك، أول حاجة دير اقرأ آية قرآنية، قول بسم الله وحاول تقرأ الموضوع مزيان كأنك غادي تحلل موضوع فلسفي. كما كنقول كأنك غادي تحلل موضوع فلسفي. كيفاش؟ غادي تقرا الموضوع مزيان، تقراه واحد 4 المرات، تفهم السياق ديال الموضوع. يعني الموضوع الا كيهضر على التلوث خاصني نركز على التلوث. الموضوع الا كيهضر على حوادث السير خاصني نركز على حوادث السير. الموضوع الا كيهضر على كما قلت لك دور الشرطي خصني نركز على دور الشرطي. الموضوع كيهضر على الانحراف خاصني نهضر اولا نتكونسونطرا على الانحراف. اول حاجه كدير هي انك كتشد الموضوع اللي مكتوب وكتعاودو بالصيغه ديالك كمقدمه. مثلا الانحراف كتقول انحراف ظاهره اجتماعيه كدير واحد المقدمه ديال اولا التعريف ديال الانحراف، كديرو في 3 ديال الاسطر او 4 كتعرف فيه الانحراف بلا ما تحاول انك تخرج على هذا الاطار. في العرض كتقوم بالشرح ديال داك المقدمه. يعني المقدمه كتحاول انك تطولها وانك تشرح اشنا هما اسباب الانحراف، اشنا هو مثلا الظواهر الانحراف، شكون هي مثلا الفئه المستهدفه، او مثلا الفئه اللي كتعرف ظاهره الانحراف، اشنا هو مثلا واش دور الاسره او دور المجتمع سبب او لا كيس. المهم انك تحاول هذاك الموضوع انك تفسره بالطريقه ديالك وبشويه، وتحاول انك تستعمل واحد اللغه عربيه اللي كما كنقول لك سلسه مع خط واضح. كما كنركز خط واضح. كنصيحه مني وكنصيحه يعني ديرها اخي اختي، انك اثناء الموضوع حاول تبتعد على مثلا على مثلا الخطابات الملكية. مثلا ما تحاولش تستعين بأقاويل ديال جلالة الملك الله ينصرو. يعني في شي خطاب ولا شي حاجة حاول انك دير داكشي ديالك. حاول انك ما تحطش مثلا الا كنتي غدوز كندوي على حراس الامن، الا كنتي غدوز امتحان الحراس الامن فاش تكون كتكتب الموضوع حاول ما تحطش مثلا شي قوانين من الدستور او مثلا من هذا. حاول انك تبتعد على هذا الشيء. كتب الموضوع ديالك عادي كإنشاء عادي. اثناء الخاتمه انك كتحاول تفسر مثلا شنو هما كما كنقولوا العلاج ديال داك الظاهره.
مثلا الموضوع اللي عندنا اشنو العلاج لداك الظاهرة هو اللي غديرو في الخاتمة، اشنو هو الدور، اشنو هو ملي كتسالي هادشي ديال كله. يعني عندك كنظن ساعة ونص ولا جوج سوايع ديال الامتحان، كتعاود تكتب داكشي في ورقة التحرير بواحد النظام بواحد الخط ممتاز كما كنقول. هنا كتكون ساليتي المادة الأولى، كتخرج كترتاح واحد نص ساعة وكتدخل عاوتاني دوز المادة الثانية اللي هي عبارة عن الفرنسية. هنا كنظن أن الفرنسية هي الكابوس ديال جميع المترشحين، ولكن ما تخافش نوريك كيفاش تتعامل مع موضوع الفرنسية. كما كنشير الموضوع الفرنسية كيكون اغلب الاحيان ما كيكونش كيتعلقش بظاهرة اجتماعية، ولكن كيتعلق بظاهرة البيئة. بحال كما قلت لكم السنة اللي فاتت تحطينا موضوع الفرنسية ما هو دور الماء في الحياة، يعني ظاهرة طبيعية تتكلم عن الماء والدور ديالو في الحياة. دائما اغلب يعني كنقولك اغلب المواضيع الفرنسية اللي كتعلق بظاهرة طبيعية، مثلا التلوث او مثلا دور الماء او مثلا الحفاظ على الثروات او شيء من هذا القبيل. باش تتعامل مع الفرنسية نفس الشكل اللي تعاملتي به في العربية، يعني حاول انك تقرا مزيان. الا كنتي غدوز في مدرج قد تكون شويه مرخوفه، لان شحال هادي كانوا كيخليوك انك تستعين بالمنجد ولا ديكسيونير. حتى السنوات الاخيره حيدوا هذه القضيه منعوها، ولكن كنقول ماشي كنشجعك عليها، ولكن كنقول انك الا قدرتي تجبد الهاتف اجبد انك وخدم مثلا على الموضوع ديال الفرنسي، خدم بالكلمات اللي تحتاجها ولا داكشي يعني الديكسيونير ما كاينش مشكل. فهاد القضيه كيتساعدوا في اللغه الفرنسيه، كيتساعدوا رجال الامن اللي كيكونوا حتى هما يعني الناس اللي كيحضروك كيكونوا من رجال الامن، يعني الحراس مفتشين كيفهموا هاد القضيه وكيتساعدوا. اذا كما نسيت واحد القضيه، هو انك في ورقه التحرير الفرنسيه كتعاود تكتب الشعار اللي كتبتي في اللغه العربيه. وهنا اخي اختي كننصحك انك ما تنساش داك الشعار، يعني الشعار اللي درتي في اللغه العربيه حاول تكتبه في ورقه تعقل عليه باش تعاودو هو اللي غادي تعاودو في ورقه التحرير الفرنسيه اللي بالفرنسي. ولا مشيتي حتى نسيتي كنأكد لك ان هذا معيار ديال السقوط ديالك، ان الورقه ديالك ما غتصححش. كما قلت لك ان الشعار كتبو في ورقه، بعد على الشعار ديال الله الوطن الملك، دير شي شعار ديالك انت كتبو في ورقه، في ورقه التحرير ديال الماده الثانيه عاودو. اذا هنا كيفاش كيدوز الاجواء ديال الامتحان، يعني حاول انك تكونسونطرا مع النص. نسى انك غادي تنقال ولا غادي دير شي حاجه، حاول انك تكونسونطرا كما كنقول لك ان النسبه ديال اللغه العربيه او النقطه راه اكثر من اللغه الفرنسيه. يعني الا خدمتي مزيان النص ديالك في اللغه العربيه، خدمتي بواحد اللغه عربيه سليمه وخدمتي الفرنسي شويه، كن اكيد انك ان شاء الله من الناجحين. اذا دابا بقى لنا النصائح ديالي كتجربه انني دوزت الامتحان ونجحت. النصائح انك تمشي انك غادي على اساس انك غدوز امتحان كباقي الامتحانات، مثلا كانك دوز امتحان البكالوريا، غادي بواحد النيه انك غادي تنجح، يعني غادي تدوز غادي تنجح. حيد من بالك بان راه كاين لي بيستون كاين لي لا راه البوليس غير بالفلوس، لا حيد القضيه من بالك، لانك اذا درتيها في بالك اقسم بالله العظيم انك ما غاديش تنجح. حيد القضيه من بالك، دخل خدم خاضع، خدم الموضوع ديالك، قراه عاودو بشويه عليك. كما قلت لك دخل المؤسسه بواحد اللباس محترم، ما تنساش اللوازم ديالك، ما تنساش الوثائق ديالك. دخل والله المعين. وهنا اخواني كنقول انني نحاول نكون يعني على الاقل شرحت لكم واحد شويه كيفاش تتعامل مع هذا الامتحان، خصوصا انه قريب، الموعد ديالو قريب. نتمنى انني نكون فدتكم ان شاء الله. في الدرس الثاني غادي نوريكم كيفاش التعامل، طريقه التعامل مع امتحان البسيكو وامتحان الرياضي، يعني النجاح ديالك ان شاء الله في امتحان الشرطه بالتدقيق.
تنساوش اخوان تخليو لنا التعاليق ديالكم على الموضوع، واي سؤال كما كان انا مستعد انني نجاوب عليه. غادي نحط لكم في تحت الفيديو بعض المواضيع اللي من تقدر تحطها للعام. ما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.